التليفون زي الفل وما فيهوش اي حاجه يا استاذ. طب الحمد لله طمنتني. يا دي الليله السوداء في الافلام والمسلسلات الهنديه بتاعتكم دي، يعني شويه واحد يسرق بسرنجه والتانيه تسرق بالجاره، وادي واحد بيسرق بفار. انتوا مش ناويين تخلصوا الافلام الهنديه بتاعتكم دي؟ الفار عمل زي ما انا عايز بالظبط كده. بقى لما يخرج اخد التليفون واجري. يا استاذ انت واقف بتتفرج، اقفل الباب بسرعه لا يهرب بره. حاضر هو هطلع بره. ما تقلقش يا استاذ، الفار ما طلعش بره المحل، يعني معنى كده تليفونك في الحفظ والصوت. وانا اقلق من ايه يا استاذ؟ المفروض انت اللي تقلق عشان الفار ده جوه المحل بتاعك والتليفون بتاعي اتسرق جوه برضو المحل بتاعك، يعني انا كده المفروض اسالك انت في التليفون. ما تخلي بالك من كلامك يا استاذ، انت في مكان ومحل محترم على فكره، يعني انا مش هرضان ان المحل بتاعي النضيف دوت يخش فيه فراد، ده حاجه مش بايدي. احنا كل همنا دلوقتي ان احنا نخلص على الفار ده انا عايز اعرف بس ايه الهبل بتاعكم ده؟ يعني انت لما تمسك الفار وتخلص عليه هتلاقي التليفون زي ما هو جوه الفار يعني، ولا الاهبل التاني اللي بعت الفار يسرق يعني؟ عشان نجيب التليفون بتاعك. طب يا سيدي انا معاك لحد الاخر، بس التليفون بتاعي لو حصل له حاجه انت المسؤول. يا نهار اسود، هو ايه اللي انا سمعته ده؟ عايزين يخلصوا على الفار؟ يعني معنى كده ان انا خسرت التليفون وخسرت الفار؟ يعني انا لازم اتدخل بسرعه. السلام عليكم، كنت عاوز لا يا استاذ مش فاضيين والله، عشان في فار في المحل واحنا بندور عليه عشان نخلص عليه. تخلصوا عليه؟ عايزين نخلص عليه عشان ده خد تليفون مني. يا جماعه انا حاسس ان انتوا كبرتوا الحوار على الفاضي والله، وشخصنتوها مع الفار جوه. يعني المفروض تشوفوا الراجل اللي بعت الفار يسرق يعني، وتبطلوا الافلام والمسلسلات الهبله دي يعني. كفايه تفاهات لحد هنا. بيسرق التليفون بتاع الراجل، انا مش هسيبه النهارده غير لما اخلص عليه. دور معايا يا جماعه استهدوا بالله، بس ما انتوا ممكن ان انتوا تتكلموا مع الفار وتاخدوا منه التليفون بالادب. ما هنتكلم مع الفار ازاي برضه يا اكرم؟ يا تتكلم زي الناس كده، تتكلم زي الناس وتقول كلمتين صح، يا اما ما تتكلمش خالص، ان انت سكوتك احسن.